الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الخامس ولله الحمد والمنة في هذه الدورة العلمية الخامسة التي ولله الحمد تسير بخير. وقد افتتح هذه الدورة الدكتور إبراهيم المحيمي، ثم تبعه المشايخ سالم مريدة وغيرهم. وهذه الليلة المباركة نستضيف الشيخ الفاضل ياسين ابن أحمد أبو أيوب التونسي، وهو المشرف على مركز الإمام مالك ببلاد شنقيط. الشيخ جزاه الله خير له دروس في عدة كتب، منها شرح عقيدة الرازيين وغيرها مما هو مبثوث على اليوتيوب ومواقع التواصل. وكما سمعتم ورأيتم، عنوان هذه المحاضرة المهمة في هذا الزمن وهو عن منهج السلف، أنه منهج حبل يجمع على الحق، لا سيف يقطع الأوصال أهل الحق أو يقطع أوصال أهل الحق. فنسأل الله تعالى أن يفتح على الشيخ الخير ويكتب له الأجر على قبوله الاستضافة في هذه المحاضرة. تفضلوا فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي ليلة الخميس، ليلة 25 من شهر ذي الحجة لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقي مع إخواني ومشايخ الفضلاء في كلمة بعنوان منهج السلف حبل يجمع على الحق، لا سيف يقطع أوصال أهل الحق. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، وأن يبارك في شيخنا وأخينا الشيخ أبو زياد، أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أقول بتوفيق الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وجعل اجتماعهم على الحق من أجل النعم وأعظم المنن، فأرسل جل وعلا إلينا رسولا أمينا ناصحا جمع به القلوب بعد شتاتها، ووحد به الصفوف بعد تفرقها، وأخرج به الناس من ظلمات الأهواء والعصبيات إلى نور الوحي والهدى. وما قويت الأمة إلا يوم اجتمعت على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما ضعفت الأمة في يوم من الأيام إلا حين تسلل إليها داء الفرقة والتنازع والاختلاف. فالاجتماع على الحق معشر السلفيين رحمة وقوة وعزة ومنعة، والفرقة باب كل شر وفساد وضياع. ولذا كان من أصول أهل السنة العظيمة لزوم الجماعة ونبذ الفرقة. وفي هذا الزمن كثرت الفتن وتعددت الآراء والأهواء، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وتكلم الأغمار في دين الله جل وعلا، ففرقوا بين الأحبة وقطعوا الأرحام والأوصال، وبذروا بذور الفرقة، وأشعلوا نار الفتنة حتى أثمرت شقاقا ونزاعا، وأورثت الأمة ضعفا ووهنا، نسأل الله السلامة والعافية. الله تبارك وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق، فتركنا على مثل البيضاء ليلها
كنهارها لا يزيغ بعده عن الصراط المستقيم إلا هالك، فلم يجعل خيرا إلا وأرشدنا إليه، ولم يجعل شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فانظروا يرعاكم الله معشر السلفيين إلى أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام بحبله، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف بين القلوب فقذف فيها الود والمحبة وأذهب منها العداوة والبغضاء جل وعلا. واسمع يا طالب الحق أن هذه الآية تضمنت 3 أمور مهمة. الأمر الأول الأمر بالاعتصام بحبل الله، وهو شرعه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: واعتصموا، وهذا أمر يدل على الوجوب والحتم والإلزام. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية النهي عن التفرق والاختلاف في دين الله جل وعلا، والنهي يدل على التحريم. الأمر الثالث تذكير الله عز وجل للعباد بنعمة ربهم تبارك وتعالى عليهم من تأليف القلوب على الحق واجتماع الأبدان على الطاعة بعد أن كانوا أعداء متنافرين. وهذه النعمة أي نعمة الاجتماع من أجل نعم الله تبارك وتعالى عليكم معشر أهل السنة، لأن هذه النعمة لا تحصل بالأموال ولا باستمالة القلوب بحسن الكلام ولا بكثرة العطاء، وإنما هي منة وتفضل من الله عز وجل على عباده، كما قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم بين تبارك وتعالى أن أعظم الأسباب إلى تحقيق هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة إنما يكون بتطهير القلوب من أسباب النزاع والتدابر، وأن ما كان من قوة في اتباع السنة ورفع للواء الذب عنها لا ينافي الرحمة بالخلق ولا العدل فيهم، بل هو من تمام الهدى النبوي. لذا قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دلت هذه الآية على أن الأصل في الدعوة إلى الله الرفق والترفق بخلق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأصل
يبنى فهم منهج السلف في الجمع بين القوة والشدة في التمسك بالسنة من جهة، وبين الحرص على وحدة السلفيين واجتماع كلمتهم من جهة أخرى. فالشدة في الحق والدعوة إليه لا تنافي يا طالب الحق أن تكون رحيما بإخوانك، مرشدا لهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. وتنبهوا معشر السلفيين إلى أن أهل الحق في هذا وسط بين أهل الغلو وأهل الجفا. أهل الغلو من الحدادية ومن لف لفهم رفعوا أسنة سيوفهم للطعن في إخوانهم السلفيين ورميهم بالمخذل والمميعة. لماذا؟ لأنهم لم يوافقوهم في غلوهم وشدتهم على إخوانهم، فأخذوا الطعن فيهم مطية لهم لبلوغ مآربهم الخبيثة وأطماعهم الدنيئة في إخضاع السلفيين لهم بأن يكونوا أذنابا لهم خوفا من بطشهم وشرهم والعياذ بالله. والطائفة الثانية هم أهل الجفا من المميعة والمخذلة، أصحاب المنهج الواسع الأفيح الذين يريدون الجمع بين المتناقضات، يجمعون بين الحق والباطل والخير والشر والسنة والبدعة، فتهاونوا مع أهل الأهواء والبدع وقللوا من شأن التحذير منهم، وقرروا قاعدة المعذرة والتعاون وغيرها من القواعد الفاسدة الباطلة العاطلة. واعلم أيها السني يا طالب الحق والدليل أن الحق بين هؤلاء وهؤلاء لم يهتدي إليه إلا من وفقه الله جل وعلا لأن يسلك منهج السلف الصافي النقي من الشوائب والكدر والبدع والضلالات. وما أحسن ما قاله الحسن البصري كما ذكره الإمام الهمام ابن القيم في إغاثة اللهفان أنه قال، أي الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. فالزم يا طالب الحق هذا الأمر وكن وسطا بين أهل الغلو وأهل الجفا. ثم قال رحمه الله: اصبروا عليها رحمكم الله، أي على السنة، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، فأنتم قلة يا معشر أهل السنة، فلا تسلطوا أعداء الله عليكم بالتنازع والفرقة في دين الله جل وعلا. قال: الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله كونوا. فكذلك إن شاء الله كونوا يا أهل السنة. فيا أهل السنة الجماعة الزموها ولا تتفرقوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا وتتفرقوا فيتسلط عليكم أعداء السنة فتذهب ريحكم وتتشتت كلمتكم. والسعيد كل السعادة من اتعظ بغيره. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله
مع الصابرين. يا أهل السنة، يا أهل السنة، السنة مقرونة بالجماعة، كما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، قال: والبدعة مقرونة بالفرقة. فأهل البدع أهل تفرق وأهل تشتت وأهل اختلاف وتنازع، وإن اجتمعت أبدانهم فهم في شقاق بعيد. قال رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وإن الناظر والمتأمل في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم أنهم كانوا إذا تنازعوا في أمر من الأمور امتثلوا قول ربهم جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. كونوا على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق، وتمسكوا بما كان عليه الأسلاف الصالحون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإن من العجب العجاب يا طلاب العلم أن من أصبح يتكلم بهذا الكلام ينعت بالمميع والمخذل، فأخذوا هذا الكلام الفضفاض وألصقوه بإخوانهم أهل السنة. فيا طلاب العلم، لا تقطعوا الأرحام ولا تمزقوا الأوصال، فالعلم رحم بين أهله. أيها السلفي، كن مفتاحا للخير إغلاقا للشر، فالسلفي خيره مأمول وشره مأمون. أيها السلفي، كن حبلا يجمع على الحق لا سيفا مسلطا على رقاب أهل الحق. وإياك أن تغتر بأهل الضياع وأهل الباطل وأهل الضلال، فإنهم عجزوا عن ثني الركب لطلب العلم، فأطلقوا ألسنتهم طعنا ولمزا في إخوانهم من أهل العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أخي السلفي، أين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. قال النووي رحمه الله جل وعلا معلقا على هذا الحديث: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. وصدق والله، ما أعظم هذا الحديث وما أكثر فوائده لمن تأمل وتدبر أو ألقى السمع وهو شهيد. أخي السلفي، ليس من منهج السلف التحزب والتحالف
وإنشاء مجالس الشورى السرية التي يراد بها المكر والكيد بالسلفيين، ولو زعم من زعم أن النية في ذلك طيبة صالحة، فإنشاء هذه المجالس مكرا وخيانة وكيدا يدخل تحته قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جعلوا أنفسهم أوصياء على المنهج السلفي وعلى السلفيين، فدبروا وكادوا المكائد وأجمعوا أمرهم، ولكن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذا المنهج فضاح يفضح كل من دخل فيه وهو يريد الإفساد والإضلال، والعياذ بالله رب العالمين جل وعلا. وما أجمل ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله جل وعلا: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وصدق رحمه الله. فكم وكم من هؤلاء ممن عقدوا المجالس في إخوانهم وجمعوا الملفات لإرهابهم بالمشايخ ونحو ذلك من الأمور، ولكنهم أفسدوا إفسادا عريضا والعياذ بالله. يتقربون من المشايخ ومن العلماء ويخدعونهم بإظهار الجميل من فعالهم، ثم يسلطون سهامهم على أهل الحق. فهذا حال أهل الأهواء والبدع، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله: مثل أهل البدع كمثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب فإذا تمكنوا لدغوا. وهكذا أهل الأهواء هم دسائس يندسون في أوساط أهل السنة بغية التفرقة بينهم والعياذ بالله رب العالمين. أخي السلفي، ليس من منهج السلف معرفة الحق بالرجال، فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. وإن من أعظم أسباب الفرقة اتخاذ أقوال الرجال يوالى ويعادى عليها دون قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في المجموع: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالى ويعاد عليه، كحال أهل الأهواء الذين قعدوا قواعد أصبحوا يوالون ويعادون عليها وألزموا الناس بهذا الباطل. قال: ولا ينصب لهم كلاما يوالى ويعاد عليه غير كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. واعلم يا طالب الحق والدليل أنك مأمور باتباع الصراط المستقيم والطريق القويم الذي أمرنا الله عز وجل
باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسلامة والنجاة والخير كله في لزوم السنة التي هي سفينة النجاة ومركب الأمان، كما قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. اي والله، الاعتصام بالسنة نجاة من الفتن، الاعتصام بالسنة نجاة من الفرقة، الاعتصام بالسنة نجاة من النار، الاعتصام بالسنة نجاة من تغير الأحوال، الاعتصام بالسنة نجاة من البدع والضلال، الاعتصام بالسنة نجاة من ركوب الهوى. وباختصار، الاعتصام بالسنة نجاة من الشر كله. فالموفق كل التوفيق هو الذي اعتصم بحبل الله جل وعلا، بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أخي السلف، عليك بالجماعة وإياك والفرقة، فإن يد الله مع الجماعة، كما صح عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخي السلف، الزم الجماعة ولا تستوحش من قلة الناصر والمعين، ولا تغتر بكثرة الكذابين والمبطلين، والزم سبيل سلفك الصالح، وكن مع إخوانك الناصحين المرشدين، فلا تفرق صفهم ولا تشتت شملهم، وكن لهم ناصحا معوانا، ولا تكن مخذلا لهم منفرا منهم صادا عن سبيل الحق والرشاد من حيث تدري أو من حيث لا تدري. أخي السلفي، الزم الجماعة فإنها بركة ورحمة، ولو كرهت نفسك ذلك فأرغمها على لزومها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تستحبون في الفرقة، ما أجله من كلام. وإنما تكرهون في الجماعة، قد يحصل للإنسان بعض الأشياء التي لا يريدها في الجماعة، لكن هذا الذي يكرهه ولا يريده في الجماعة أفضل من أن يكون متفرقا بعيدا عن إخوانه. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هضم الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج في الفرقة. فالزموا إخواني جماعة المسلمين، وكونوا مع أئمتهم وولاة أمرهم، وكونوا مع علمائكم
ومع إخوانكم كونوا كالبنيان المرصوص، وإياكم أن تجعلوا أبوابا لأعداء الله وأعداء سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أخي السلفي أن لزوم الجماعة لا يكون إلا بتوقير العلماء ورفع قدرهم ومقامهم في نفوس العامة، بذكرهم بالجميل والدعاء لهم بالثبات والتسديد على القول الرشيد. فالعلماء هم صمام نجاة هذه الأمة، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، كما ذكر إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله جل وعلا. وذكر الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله كلاما ماتعا في منزلة العلماء، قال: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فحاجتنا إلى علمائنا، فحاجتنا إلى أهل الخير منا أعظم من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا. فوقروا كباركم وعظموا علماءكم وكونوا على طريقهم ولا تتعصبوا لهم، فإن الحق أحق أن يتبع. فلا نذكر علماءنا إلا بالخير والجميل، وترد أخطاؤهم مع حفظ قدرهم ومنزلتهم. واحذر كل الحذر يا طالب الحق والدليل أن تطلق لسانك طعنا في علماء المسلمين وفي من سلك طريقهم من طلاب العلم السلفيين، فإن هذا والله طريق أهل الشر والفساد. وقد حذر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله جل وعلا من الطعن في علماء الحق، فقال: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا نظرت يا طالب الحق والدليل في كلام علمائنا ومشايخنا قديما وحديثا، تراهم يقررون هذا الأصل ويبينونه للناس، لأنهم يعلمون أن الانحراف عن هذا الأصل سبيل الضياع والفساد، والعياذ بالله رب العالمين جل وعلا. إخواني السلفيين، هذه كلمة أوجهها لنفسي
قبلكم سائلا ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول هذا الكلام والقلب فيه ما فيه إخواني السلفيين، لما رأيت من الحال الذي لا يخفى عليكم في كثير من البلدان، وللأسف الشديد فهو أمر يدمي القلب. فأردت بهذه الكلمة أن أنصح نفسي وإياكم بأن نكون على منهاج سلفنا قولا وعملا واعتقادا، وأن نقرر هذا الأصل من أصول أهل السنة في قلوبنا وفي أحوالنا وفي تعاملنا مع السلفيين وعامة الناس في كل مكان. ثم إنكم معشر أهل السنة تحملون راية عظيمة، وهي راية الدعوة إلى الله جل وعلا على بينة وبصيرة، والناس ينظرون إلى أفعالكم قبل أقوالكم، فلتكن أفعالكم كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم في دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة استعمال الشيء في موضعه، ويكون ذلك باستعمال اللين في موضع اللين وهو الأصل، استعمال الشدة في موضع الشدة. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه. وأكرر شكري لحبيبنا وأخينا وشيخنا الفاضل أبا زياد محمد ابن علي جابر اليافعي على أن أتاح لي الفرصة لهذه الكلمة، ولأن أكون مع إخواني ناصحا ومستنصحا ومرشدا ومسترشدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وليعذرني الشيخ أبو زياد، وقت صلاة العشاء عندنا في موريتانيا لم يتبقى له إلا 5 دقائق. شكرا على استماعكم، وفقكم الله ونفع بكم، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما أسأل ربي جل وعلا أن ييسر لكم كل خير، وأن يصرف عنكم كل سوء، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحفظكم شيخ أبو زياد، ونفع الله بكم جهودكم. آمين. بارك الله فيكم.